اهلا بكم يا شباب في حلقة جديدة من سلسلة الاساطير. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصل لكم كل جديد، ويلا بينا نبدأ. في 23 يونيو 1972 اتولد واحد من افضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، زين الدين يزيد زيدان. اتولد في مدينة مارسيليا في فرنسا. بدأ مسيرته في ناشئين نادي فوريستا في عمر ال10 سنين علشان يلعب معاهم سنة، وبعدها ينضم لنادي سانت هنري ويلعب معاهم سنة برضه. بعدها بيروح نادي لو فالنوس يلعب معاهم 3 سنين، وفي عام 1986 بينضم لنادي كان. وفي بداية موسم 89 بيتصعد زيزو للفريق الأول علشان يلعب مع الفريق 25 دقيقة بس طول الموسم، وبعدها بينزل يلعب مع الناشئين تاني. لكن مع بداية موسم 91 بيتم تصعيد زيدان للفريق الأول بشكل نهائي علشان يلعب معاهم لحد نهاية موسم 92، وبيكون مشاركته مع النادي وصلت ل 61 مباراة سجل فيهم 6 أهداف. لكنه كان مقدم أداء خيالي مع النادي ومع المنتخب العسكري وقتها، علشان في الوقت ده يجيله عروض من نادي بوردو الفرنسي ويتعاقدوا معاه في صفقة قيمتها 7 مليون يورو علشان يلعب معاهم 4 مواسم كاملة بيتألق فيهم زيزو، بيقدم أداء خيالي وبيسجل فيهم مع النادي 28 هدف. وفي موسم 96-97 بيجيله عرض من السيدة العجوز، وبتكون وقتها صفقة انتقال زيدان لليوفي قيمتها 3.5 مليون دولار. وفي السنة دي زيدان قدم أداء خيالي مع اليوفنتوس لدرجة إنه حصل على المركز الثاني في البالون دور بعد الظاهرة رونالدو. وبنوصل لمونديال 98 واللي فيه زيزو بيقدم واحدة من أعظم الأداءات الفردية في التاريخ علشان يحسم اللقب لفرنسا لأول مرة في تاريخهم بعد تسجيله هدفين في النهائي ضد منتخب البرازيل. وفي الموسم ده بيفوز بالبالون دور بعد الأداء العظيم اللي قدمه. ومع بداية موسم 2001-2002 بيقرر فلورنتينو بيريز التعاقد مع زين الدين زيدان علشان تكون قيمة انتقاله لمدريد هي 77 مليون دولار علشان وقتها يكون أغلى لاعب في التاريخ. وفي الموسم ده طبعا كالعادة تألق زيزو مع الملكي، وكلنا فاكرين هدفه الشهير في نهائي دوري الأبطال على باير ليفركوزن علشان يكون واحد من أجمل الأهداف في تاريخ الكرة عموما. وبنوصل لموسم 2005-2006 ومع اللحظات الأخيرة بيعلن زيدان إنه هيكون الموسم الأخير ليه في كرة القدم وإنه هيعتزل بعد مونديال 2006. وفي البطولة دي تألق زيدان جدا في مباريات كتير، أهمها مباراة البرازيل اللي حرفيا كان بيعمل فيها كل حاجة في الكورة، وكمان المباراة النهائية واللي سجل فيها ضربة الجزاء الشهيرة. لكن بعدها بتحصل الحادثة الشهيرة وضربه لماركو ماتيراتزي وحصوله على الكارت الأحمر وخروجه من الملعب، وبتكون دي لحظة النهاية لمسيرة زيدان بعد خسارة النهائي أمام إيطاليا.